بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل جاكيت بناتي لسن سنتين. 180 جرام خيط صوف فتله متوسطه السمك، ابره رقم ومزوره للقياس ومقص. احنا هنعمل الجاكيت بتاعنا بالصدر مربع، والصدر المربع اول مقاس هنحتاجه محيط دوران الرقبه، وهتكون من مضاعفات العدد 4. يبقى هنشتغل سلسله طولها 33 سنتي وتكون من مضاعفات العدد 4. تمام. يبقى هنبدأ وهنشتغل سلسلة البداية بطول. قبل ما أبدأ الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقدة البداية ونرتفع عدد من السلاسل بحيث تكون من مضاعفات العدد 4 وطولها 33 سنتي. ارتفعت بعدد من السلاسل 33 سنتي اهي بالظبط 33 سم. تمام. عديتهم لقيتهم 64 غرزه سلسله. 64 من مضاعفات العدد 4 وطولها 33 سم. التقسيمه بتاعتنا طول سلاسل البدايه 64 غرزه سلسله، وبما ان هيبقى الصدر مفتوح من قدام هنا، يعني هيبقى فيه ايه، جزء المرض وجزء الزراير هنا. تمام. هنقسم ال 64 غرزه دولت ازاي؟ 11 للامام او نص الصدر من قدام، و11 لنص الصدر من الجهه الاخرى، وهنا زاويه وهنا زاويه وهنا زاويه وهنا زاويه. ده منطقه الكم، يعني بعد الصدر منطقه الصدر من قدام اللي هم 11 غرزه هيبقى فيه الكم ده 10. تمام. والكم من الناحيه الثانيه الجهه الثانيه 10، ودي منطقه الظهر هتبقى 18 غرزه، وهنا زاويه وهنا زاويه وهنا زاويه وهنا زاويه. يعني احنا لو جينا جمعنا 11 و11 اللي هم منطقه الصدر من قدام 22، و10 و10 20 اللي هي منطقه الكم، و18 يبقى كده ايه، 18 زائد 22 زائد 20 كده مجموعهم 60. والاربعه دولت اللي هم بتوع الزوايا، هنا زاويه وهنا زاويه وهنا زاويه وهنا زاويه. تمام. احنا كده قسمنا الصدر المربع دولت 64 غرزه اللي هم بيساوي 33 سم. هنرتفع غرزه سلسله واحده ونلف الخيط على الابره ونعد 1 2 3 في الغرزه الرابعه، 1 2 3 في الغرزه الرابعه. ندخل ونعمل تاني عمود بلفه، وسلاسل الارتفاع ديت حسبناها بعمود، يبقى كده 2 عمود كده، 1 2 3 4. احنا كده بنشتغل في الجزء بتاع الصدر من قدام كده، 1 2 3 4 5. هنكمل لغايه لما نوصل ل 11 غرزه عمود ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. كده عملت 11 غرزه عمود اهو، ديت اول اللي هو الجزء بتاع الصدر، منطقه الصدر من قدام. هنعمل غرزه اللي هي بتاعت الزاويه اللي هي عباره عن ايه، ندخل كده نعمل عمود سلسله عمود في نفس الغرزه. تمام اهي ديت الزاويه. يبقى احنا كده خلصنا الصدر من قدام اللي هم 11 غرزه وعملنا الزاويه. هندخل في الجزء بتاع الكم اللي هم 10 عمود. بعد الزاويه نعمل ايه، 10 عمود بلف، 1 2. نكمل 10 عمود بلفه جنب بعض ونرجع نشوف احنا هنعمل الزاويه. كده عملت 10 عمود بلفه. بعد الزاويه هنعمل الغرزه الجايه اللي هي الزاويه اللي هي عباره عن عمود سلسله عمود في نفس الغرزه. تمام. يبقى احنا كده عملنا الزاويه الثانيه اللي هي عباره عن عمود سلسله عمود في نفس الغرزه. هنشتغل منطقه الظهر اللي هي عباره عن 18 غرزه عمود، وبعد كده زاويه، وبعد كده 10 غرزه عمود بلفه في الجهه الثانيه وزاويه، و11 ده الجزء بتاع الصدر الجهه الثانيه. تمام. هخلص بقيه الاعمده دلوقتي. انا هعمل 18 غرزه عمود اللي هي منطقه الظهر، بعد كده هعمل زاويه منطقه الكم ومنطقه الصدر. نرجع نشوف احنا هنعمل السطر اللي بعد كده ازاي. كده انا خلصت منطقه الصدر من قدام 11 عمود وخلصت الزوايا اهي. انا عملت 11 غرزه عمود وزاويه، و10 غرزه عمود في منطقه الكم وزاويه، و18 غرزه عمود في منطقه الظهر وزاويه، و10 غرزه عمود منطقه الكم من الجهه الاخرى وزاويه، و11 غرزه
عمود. دولت اخر 11 غرزه في السطر. كده السطر بتاعنا خلص. ده السطر المربع اهو. هنعمل ايه؟ نرتفع 2 سلسله، 1 2، ونلف القطعه بتاعتنا كده ونعمل غرزه عمود على كل غرزه لغايه لما نوصل للزاويه اللي هي عباره عن عمود سلسله عمود. نعمل وطبعا الزاويه ديت التزايد بتاعنا، اللي هي الزاويه دي التزايد بتاعنا. هنعمل عمود على كل غرزه لغايه لما نوصل للزاويه ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. كده انا عملت 11 غرزه عمود على ال 11 غرزه اللي تحت. جينا هنا للزاويه، الزاويه اللي هي بتاعه التزايد ديت العمود بتاع الزاويه، وهنا سلسله وهنا عمود. تمام. هندخل كده في العمود بتاع الزاويه ونعمل عمود، ده التزايد. ندخل في الفراغ اللي هو السلسله بتاعه الزاويه، نعمل زاويه جديده اللي هي عباره عن عمود سلسله عمود في نفس الغرزه كده اهي، عمود سلسله عمود في نفس الغرزه. وعلى العمود بتاع الزاويه اللي في السطر اللي فات عملنا عمود، يبقى احنا كده ايه عندنا 12 عمود، يعني في تزايد. هنكمل على كل عمود على كل غرزه من تحت هنعمل عليها عمود لغايه لما نوصل للزاويه برضه. دي منطقه الكم، بعمل على كل غرزه عمود لغايه لما نوصل للزاويه. منطقه الكم كانت 10 غرزه عمود، وعملنا تزايد اللي هو العمود بتاع الزاويه اللي هنا والعمود بتاع الزاويه اللي هنا، بقى كده ايه 12 غرزه عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى كده في تزايد عشان عملنا عمود على العمود بتاع الزاويه اللي هنا والعمود بتاع الزاويه اللي هنا. هندخل في الفراغ اللي هو عباره عن سلسله ونعمل زاويه جديده اللي هي عباره عن عمود سلسله عمود في نفس الفراغ، ونكمل بهذا النمط لغايه نهايه السطر وهنشوف احنا هنعمل ايه. كده انا خلصت السطر الثاني وكان فيه تزايد. هنرتفع بعدد من السطور لغايه لما نحصل على طول دوران الدراع، محيط دوران الدراع. السن ده بيساوي 19 او 20 سم. هنرتفع بعدد من السطور لغايه لما نحصل على محيط دوران الدراع، وهنرجع نشوف احنا هنقفل منطقه الكم ازاي عشان نبتدي الغرزه بتاعتنا. كده ارتفعت بعدد من السطور لغايه لما ده الكم هنقيسه كده لغايه لما وصل الكم محيط دوران الدراع لغايه ما وصل 20 سم اهو. تمام اهو 20 سم. والناحيه الثانيه برضو محيط دوران الدراع وصل ل 20 سم. يبقى احنا كده هنقفل منطقه الكم. السطر ده بتاع تقفيل الكم ب2 سلسله، 2 غرزه سلسله نعتبرهم اول عمود اهو. نرتفع ب2 سلسله ونعتبرهم اول عمود ونلف الشغل بتاعنا او القطعه بتاعتنا ونعمل عمود على كل غرزه لغايه لما نوصل للزاويه اول زاويه. كده وصلت للزاويه اهي. هندخل فيها ونعمل عمود وناخد لفه على الابره ونتخطى كل المنطقه بتاعه الكم وندخل في الزاويه الثانيه كده ونسحب خيط ونعمل عندنا 3 حلقات على الابره نعمل عمود. يبقى احنا كده قفلنا الكم اهو. تمام كده انا قفلت الكم اهو. هنعمل عمود على كل غرزه عمود. ده احنا كده في منطقه الظهر، عمود على كل غرزه عمود لغايه لما نوصل للزاويه الثانيه، برضه هنعمل عمود ونقفل في الزاويه الاخيره، هنقفل الكم الثاني. نشتغل بقى كده ايه عمود على كل غرزه عمود. انا في منطقه الظهر اهي لغايه لما نوصل للزاويه. كده انا اشتغلت الظهر اهو وصلت للزاويه. هاخد لفه على الابره وادخل في الفراغ بتاع الزاويه وهنعمل عمود، ناخد لفه على الابره ونتخطى كل المنطقه بتاعه الكم اللي هي دي، وهندخل في اخر الزاويه اللي هي دي كده ونعمل عمود. يبقى احنا كده قفلنا الكم منطقه الكم اهي. يبقى احنا قفلنا الكم الاول اللي هو ده كده وقفلنا الكم التاني. هنبتدي نشتغل بقى على اخر جزء اللي هو الجزء بتاع الصدر ونعمل غرزه عمود على كل غرزه لغايه نهايه السطر. كده انا قفلت الكم اهو. بس قبل ما نعمل السطر بتاع الغرزه لازم نشوف عددهم. لقيتهم 76 غرزه طبعا، وال 76 غرزه مش هتقبل القسمه على 4، فهنعمل ايه؟ هنعمل تزايد. يكون عدد الغرز بيقبل القسمه على 4 او من مضاعفات العدد 4، فهنعمل تزايد. تمام. هنعمل غرزه تزايد هنا وغرزه تزايد هنا وغرزه هنا وغرزه هنا، يعني 4 غرز. 76 غرزه و4 غرز يعني 80. كده انا ظبطت العلامات اهي قدام بعضها، غرزتين من هنا وغرزتين من هنا. يبقى احنا في السطر دوت هنظبط الغرز
بنرتفع 2 غرزة سلسلة ونلف الشغل كده. تمام. وهنعمل غرزة عمود على كل غرزة عمود عادي خالص زي ما كنا بنشتغل لغاية لما نوصل للعلامة. عملت غرزة عمود على كل غرزة لغاية لما وصلت للعلامة كده اهي. تمام. هندخل بقى في المكان بتاع العلامة ونعمل 2 غرزة عمود يعني تزايد، وهنستمر بس لما نعمل عمود على كل غرزة لغاية لما نوصل للعلامة، وهنعمل فيها تزايد اللي هي عبارة عن 2 عمود في نفس الغرزة. كده احنا خلصنا السطر بتاع تظبيط الغرزة عشان تبقى من مضاعفات العدد 4. السطر الجاي هنعمل غرزة جميلة جدا وتكرار لسطرين. احنا كده بنرتفع 2 غرزة سلسلة نعتبرهم اول عمود في القطعة بتاعتنا كده. هنعمل تاني عمود، اعتبرنا سلاسل ارتفاع بعمود. تاني عمود، الغرزة اللي وراها عمود، يبقى كده احنا عملنا 3 عمود جنب بعض. ناخد لفة على الابرة كده ونتخطى غرزة من تحت، وفي الغرزة اللي وراها هندخل نعمل لفة التانية التالتة. تمام. 3 غرزة باف. يبقى عندنا كام حلقة؟ 1 2 3 4 5 6 7. عندنا 7 حلقات على الابرة. نسحب خيط نطلع من 6 حلقات، ونخلي حلقتين على الابرة نسحب خيط نطلع من الحلقتين، وهنعمل غرزة سلسلة. ناخد لفة على الابرة وفي نفس الغرزة نعمل 3 لفات. 1 2 3. تمام. عندنا 7 حلقات على الابرة. نسحب خيط نطلع من ال6 حلقات. معانا حلقتين على الابرة نسحب خيط نطلع من حلقتين. كده عملنا بتلتين من غرزة الباف. تمام. هنعمل البتلة التالتة في نفس الغرزة. ناخد لفة على الابرة كده نسحب خيط 1 او اول مرة 2 3 كده 3 لفات على الابرة. نسحب خيط من الحلقات كلها ما عدا الحلقة الأخيرة، نسحب خيط من الحلقتين. يبقى احنا كده كونا غرزة الباف عبارة عن 3 بتلات اهم، ما بين كل بتلة وبتلة غرزة سلسلة. تمام. هناخد لفة على الابرة نتخطى غرزة من تحت وندخل في الغرزة اللي وراها نعمل عمود. الغرزة اللي وراها عمود. يا رب بس الشغل يكون واضح معاكم. الغرزة اللي وراها عمود. يبقى احنا عملنا 3 عمود بعد البتلات وتخطينا غرزة من تحت وما عملناش اي غرز سلاسل من فوق. تمام كده. ناخد لفة على الابرة ونتخطى غرزة من تحت ندخل في الغرزة اللي وراها نعمل غرزة باف. غرزة الباف عبارة عن 3 بتلات عشان عندي الخيط سميك. ادي 1 2 3. تمام. نعمل غرزة سلسلة في نفس الغرزة نعمل غرزة باف عبارة عن 3 لفات او 3 بتلات. نعمل غرزة سلسلة. نعمل كمان غرزة باف. تمام كده. يبقى بنعمل غرزة سلسلة ما بين كل غرزة باف وغرزة باف التانية، وبنعمل 3 غرزة باف في نفس الغرزة، وهنتخطى غرزة من تحت وندخل في الغرزة اللي ورانا نعمل غرزة عمود، كمان غرزة عمود، وكمان غرزة عمود. يعني بعد غرزة الباف بنعمل 3 غرزة عمود. ناخد لفة على الابرة ونتخطى غرزة من تحت وندخل نعمل غرزة باف عبارة عن 3 بتلات. تمام. غرزة سلسلة. ناخد لفة على الابرة في نفس الغرزة نعمل كمان غرزة باف، كمان غرزة باف في نفس الغرزة. 1 2 3. وهناخد لفة على الابرة ونتخطى غرزة من تحت ونعمل 3 عمود جنب بعض. نستمر بهذا النمط لغاية نهاية السطر. وادي شكل الغرزة بتاعتنا، ونرجع نشوف السطر الجديد او السطر الجاي هنعمل ايه. كده عملت اخر بتلة في السطر اهي. ناخد لفة على الابرة ونتخطى غرزة وندخل نعمل 3 عمود جنب بعض. 1 2 كده اخر عمود في سلاسل الارتفاع. بدخل في تاني سلسلة واعمل 3 عمود جنب بعض زي ما ابتدينا ب3 عمود في اول السطر اهو. ابتدينا ب3 عمود 1 2 3، وغرزة الباف انتهينا بغرزة باف و3 عمود جنب بعض.
يعني بدايه السطر زي نهايه السطر اهو. ادي غرزه اخر غرزه باف، ودول 3 عمود جنب بعض. تمام، يبقى كده احنا السطر بتاعنا خلص. هنعمل السطر الجديد، نرتفع 2 سلسله ونعتبرهم اول عمود، نلف القطعه بتاعتنا ونشتغل فوق العمود الثاني عمود والعمود الثالث عمود، ودول ثابتين معانا في اول السطر واخر السطر لغايه نهايه الشغل. اول السطر 3 عمود واخر السطر 3 عمود. هنعمل 2 غرزه سلسله، 2 غرزه سلسله، وندخل في غرزه الباف اللي في النص ونعمل غرزه حشو. تمام كده، و2 غرزه سلسله، 1 2، ونعمل فوق كل عمود من ال3 عواميد عمود، 1 كده، ايه 1 اهو كده، 1 2 3، 3 عمود بلفه. يبقى السطر ده عباره عن 3 عمود بلفه، 2 غرزه سلسله، غرزه حشو، 2 غرزه سلسله، 3 عمود بلفه، 2 غرزه سلسله، وفي البتله ندخل ونعمل غرزه حشو، 2 سلسله، عمود، 2 3، 3 عمود جنب بعض اهو كده. يبقى بنستمر بهذا النمط، 3 عمود، غرزه 2 سلسله، غرزه حشو، 2 سلسله، 3 عمود، 2 سلسله، غرزه حشو، 2 سلسله، 3 عمود. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، وهنرجع نشوف السطر الجديد او السطر الثالث هنعمله ازاي. والسطر الثالث هيبقى تكرار للسطر الاول، والسطر الرابع تكرار للسطر الثاني، والغرزه بتاعتنا عباره عن تكرار لسطرين. هنخلص بهذا النمط لغايه نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، ونرجع نشوف السطر الثالث اللي هو تكرار للسطر الاول هنعمله ازاي. خلص السطر بتاع السلاسل وغرز الحشو اهو. هنعمل السطر الجديد اللي هو بتاع غرزه الباف. هنرتفع 2 غرزه سلسله ونعتبرهم اول عمود، ونلف الخيط على الابره كده، ونلف القطعه بتاعتنا ونعمل ده ثابت معانا لغايه نهايه الشغل. ماشي، 3 عمود بلفه، نعتبر اول سلاسل ارتفاع بعمود، ادي تاني عمود، تالت عمود. تمام، ناخد لفه على الابره، ندخل في غرزه الحشو اللي في السطر اللي فات، وهنعمل فيها غرزه باف اللي هو الثلاث بتلات. تمام، يعني عباره عن ايه، ثلاث لفات، ادي 1 2 3 غرزه باف كده، ونقفلهم بغرزه، وهنعمل غرزه سلسله. هناخد لفه على الابره، نعمل في نفس الغرزه 3 بتلات او غرزه باف جديده، اللفه 3، ونقفلهم كده، ونقفلهم بسلسله ما بين كل بتله والتانيه، او غرزه باف وغرزه باف هنعمل سلسله. اخر بتله عباره عن 3 لفات، 1 2 3 كده، ونعمل 3 عمود بلفه جنب بعض، 1 2 3. بقى الغرزه بتاعتنا بقى شكلها كده اهي في السطر الجديد. ونستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، نرجع نشوف احنا هنعمل ايه. كده خلصت السطر. تمام، واخر حاجه عملتها البتله اللي عباره عن 3 غرزه باف. اخر حاجه ال3 عمود جنب بعض، 1 2 3. في تاني غرزه من غرز تاني غرزه سلسله من غرز الارتفاع. تمام كده، اهي 3 عمود زي ما ابتدينا السطر ب3 عمود اهو، هنا السطر ب3 عمود، وتكرار لسطرين. ده السطر بتاع الباف، غرزه الباف. السطر الجديد اللي هو بتاع غرز الحشو والسلاسل غرزه. نستمر بهذا النمط ونرتفع بعدد من السطور لغايه لما نوصل لطول الجاكيت المطلوب، ونرجع نشوف احنا هنعمل المرد ازاي وهنعمل دوران الرقبه ازاي. كده وصلنا للطول المناسب للكارديجان اهو. طوله تقريبا 30 او 31 سنتي، طوله 31 سنتي اهو. غرزه جميله جدا، بصوا غرزه الضفيره اهي. كده انا خلصت القمر بتاع الجاكيت اهو، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وغرزه حلوه قوي. كده وصلت كده لنهايه السطر الجزء بتاع العراب.
هنرتفع بواحد سلسله كده. ديت نهايه الشغل. عملت احنا شغلنا هيبقى في الاتجاه ده. عملت على كل غرزه سلسله من سلاسل الارتفاع غرزه 2 نص عمود. المرد لسه هنعمل دور تاني اللي هو بتاع العراوي اللي احنا هنسيب جزء للزرار. تمام كده. انا نهايه ديت نهايه السطر. جينا كده عند دوران الرقبه عشان تدينا الكيرف، فهنعمل كمان 2 غرزه نص عمود. 2 غرزه نص عمود عشان تديني الكيرف اللي هو ده كده. تمام اهو. هندخل بقى كده على دوران الرقبه دوت ونعمل غرزه حشو، يعني على كل غرزه غرزه حشو. كده عملت غرزه حشو على دوران الرقبه كله من اول هنا لغايه هنا. ده كده بدايه الشغل. 2 سلسله من سلاسل الارتفاع هنعمل غرزه نص عمود، وعشان تديني الكيرف زي ده هنعمل كمان 2، يعني 2 و2. تمام كده. هنعمل برده هنا 4 غرزه نص عمود كده عشان تديني برده الكيرف اللي زي في الجهه الاخرى. وهاخد طرف الخيط ده معانا كده تحت الشغل اداريه. يبقى احنا هنعمل كده ايه 4 غرزه نص عمود، وهنكمل بقى ايه غرز نص عمود على تحت كل سلسله ولغايه لما نخلص، الجزء بتاع المرد في لغايه الاخر كده. برده انا عملت هنا غرزه 2 نص عمود على كل سلسله لغايه لما كده انا نهيت السطر اهو. وهنرتفع ب2 سلسله، 2 غرزه سلسله 1 2، ودي هنا غرزه فوق كل غرزه غرزه نص عمود. يعني هنا هنعمل غرزه نص عمود، الغرزه اللي وراها نص عمود، اللي وراها نص عمود. يبقى هنستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر. اشتغلت غرزه نص عمود لغايه لما وصلت للاخر. كنا عاملين هنا الكيرف ده 4 غرزه نص عمود كده. يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الزراير اهو. هندخل على الرقبه هنعمل غرزه حشو عاديه. خلصت غرز الحشو على دوران الرقبه كده. انا عملت سطرين غرز حشو. جيت هنا عند المرد تمام اللي هو زي ده، وكمان ايه غرزه حشو كمان، ونعمل سلسله واحده كده عشان اللي هي بتاعه الزرار، ونتخطى بيها سلسله من تحت ونعمل اول غرزه نص عمود. يبقى احنا كونا كده ايه الغرزه اللي هي بتاعه العروه. تمام. عشان الزراير هتبقى ايه في الجهه الشمال لما الجاكيت يتلبس. دي اول عروه. هنعمل كمان ايه غرزه نص عمود. ده كده 1 2 3 4 5 6 7 8 غرزة نص عمود. يعني هنا عملنا عروة اللي هي عبارة عن سلسلة وتخطينا بيها سلسلة من تحت، وعملنا 8 غرزة نص عمود. هنعمل العروة التانية اللي هي عبارة عن سلسلة، ناخد لفة على الإبرة ونتخطى سلسلة من تحت ونعمل 8 غرزة نص عمود اللي هي الفواصل ما بين كل عروة وعروة. 7 آخر غرزة 8. كده وصلنا لنهاية السطر. عملنا الجزء بتاع العراوي. عشان اقفل الجزء بتاع العراوي هنعمل هنا بس غرزه كده عشان نظبط الشكل بتاع المرد، يعني يبقى كده مساوي للقمر. نرتفع 1 سلسله ونلف الشغل كده ونعمل غرزه حشو على كل غرزه. بسم الله. اول غرزه حشو، الغرزه الثانيه غرزه حشو، غرزه حشو لغايه لما نوصل للعروه غرزه. نعمل غرزه حشو، غرزه حشو. وصلنا للسلسله بتاعت العروه اهي. ندخل نعمل فيها غرزه حشو برضو ونكمل على كل غرزه غرزه حشو اهي الغرزه بتاعت العروه، ونعمل غرز حشو على كل غرزه لغايه لما نخلص الجزء بتاع العراوي ونرجع نشوف الشكل ازاي. كده انا عملت غرز حشو اهيت على العراوي. غرز حشو كده هنلف غرز حشو لغايه لما نعمل هنا برضو في الجزء بتاع الزراير غرز حشو. كده انا خلصت دوران الرقبه اهو بغرز حشو. هعمل غرز حشو على الزراير. تمام. كده خلصت الجزء بتاع الزرار. عملت غرز حشو لغايه نهايه السطر اهو. هقص الخيط وهنعمل غرزه تثبيت كده
وندخل بقى طرف الخيط ده ما بين الشغل كده عشان ما يفكش، او ننضفه بابره تنظيف. ندخله كده ما بين الشغل اهو. الجاكيت اهو. لسه هنعمل الكم ده، والكم ده خلص، وهنعمل الكم ده الحرف حرف زي ده، غرزه الضفيره ده اهي هنعمله هنا. يبقى اللي احنا هنشتغله هنشتغل الكم. اول حاجه احنا بنعمل عقده بدايه كده، وندخل هنا. وبالنسبه للكم هنشتغل مره على الوش ومره على الظهر عشان يدي الشكل زي الصدر. الكم ده انا عملته اشتغلت جزء على الوش وجزء على الظهر، فاحنا كده هنشتغل على الوش مره، والسطر التاني هنشتغله على الظهر. من تحت الباط كده، من هنا نسحب خيط، نسحب الخيط كده، نرتفع ب2 سلسله، ناخد طرف الخيط ده معانا تحت الشغل، ونعمل هنا في الفراغ ده عمود، الفراغ اللي وراه عمود، ونعمل على كل غرزه عمود بلفه عادي. تمام. يبقى احنا هنشتغل غرزه عمود على كل غرزه لغايه لما نوصل لسلاسل الارتفاع، واخدين طرف الخيط ده معانا تحت الشغل، وهنرجع نشوف احنا هنقفل السطر ازاي. كده وصلت قبل نهايه السطر، عملت عمود على كل غرزه عمود. هندخل في الغرزه دي ونعمل فيها عمود، الغرزه اللي وراها عمود. تمام. والغرزه اللي وراها كده عمود. كده وصلنا لسلاسل الارتفاع. كده ندخل في تاني غرزه من غرز سلاسل الارتفاع، ونسحب خيط ونعمل منزلقه. كده السطر اللي انا اشتغلته على الوش او السطر عواميد. السطر الجاي هنشتغله على الظهر، هنرتفع ب2 سلسله مجرد ارتفاع، ونلف القطعه بتاعتنا كده، ونشتغل من جوه من على الظهر. هنشتغل على كل غرزه عمود. بالنسبه للكم هنكمل السطور. هنعمل سطر على الوش وسطر على الظهر لغايه لما نحصل على الطول المناسب للكم زي الكم ده. اللي احنا هنعمله دلوقتي هنعمل الحرف بتاع الكم، حرف الكم اللي هو حرف غرزه الضفيره زي الغرزه دي كده. تمام. هنشوف احنا هنعملها ازاي. نعمل غرزه البدايه كده اللي هنرتفع منها الحلقه دي، وبعدين هندخل كده من اخر غرزه من غرز السلاسل. يعني في هنا في السطر عباره عن بدايه ونهايه. البدايه اللي هي بتاعت غرز سلاسل ارتفاع، وبنلف الشغل عواميد على كل غرزه عمود لغايه لما بننهي السطر. تمام. فندخل كده من عند سلاسل الارتفاع كده، ونسحب الخيط. تمام. نرتفع 2 سلسله اول نص عمود. تمام. هنسيب غرزه وندخل في الغرزه اللي ورا. معايا لفه على الابره كده، معايا 3 حلقات، نسحب خيط نطلع من ال3 حلقات. دي غرزه نص عمود، وكنا فوتنا غرزه قبل ما نشتغل غرزه نص عمود. نشتغل غرزه نص عمود برضو، واخدين طرف الخيط دوت بتاع البدايه معانا تحت الشغل عشان نداريه كده. غرزه نص عمود. هنرجع للغرزه اللي احنا فوتناها، ناخد لفه على الابره ونعمل غرزه باف. غرزه الباف مكونه من 3 لفه كده، 3 لفات كده. غرزه الباف نسحب الخيط من كل الحلقات. تمام. كده احنا عملنا الغرزه بتاعتنا. ناخد لفه على الابره ونفوت غرزه، وندخل في اللي وراها نعمل غرزه نص عمود. الغرزه اللي وراها كمان نص عمود. الغرزه اللي فوتناها نعمل غرزه باف اللي هي عباره عن 3 لفات، 1 2 3 في نفس الغرزه. ناخد لفه على الابره ونطلع من كل الحلقات اهي شكل الغرزه بتاعتنا. نعمل كمان واحده مع بعض. هنسيب غرزه او نفوت غرزه وندخل في اللي وراها نعمل نص عمود، كمان نص عمود. والغرزه اللي فوتناها هنعمل غرزه باف اللي هي عباره عن 3 لفات جنب بعض
1 2 اسحب خيط، ندخل في الغرزه 3 كده، واريح ايدي في الشغل عشان الغرزه تبقى جميله وبارزه. نسحب خيط او ناخد لفه على الابره ونسحب خيط من الحلقات كلها، بقى ديت شكل الغرزه. هنكمل السطر كله بهذا النمط، وهنرجع نشوف الجزء الثاني بتاع الغرزه اللي هو السطر الثاني عشان تديني شكل الضفيره ده. يبقى احنا هنشتغل بهذا النمط. ناخد كده اخر غرزه في السطر، عملت 2 غرزه نص عمود وفوتت غرزه، وبنرجع لها تاني ونعمل غرزه الباف عباره عن 3 لفات. ادي 1 2 3 ورايح ايدي في الشغل واسحب خيط واطلع من الحلقات كلها. كده احنا خلصنا السطر بغرز اللي هي الضفيره. فاضل بقى ايه كده؟ انا هقفل السطر 1 2 في الغرزه الثانيه من سلاسل الارتفاع، بندخل نعمل منزلقه وارتفعنا 2 غرزه سلسله، نشتغل في الاتجاه المعاكس. بنفوت غرزه اللي هي هتبقى هنا، وندخل في الغرزه اللي وراها، ناخد لفه على الابره ندخل في الغرزه اللي وراها، نعمل نص عمود. تمام، وكمان الغرزه اللي وراها كمان نص عمود، وهناخد لفه على الابره وندخل كده نعمل غرزه الباف اللي هي عباره عن ايه؟ 3 لفه. 1 2 3 نسحب خيط نطلع من الحلقات كلها، اهي هنفوت الغرزه دي ندخل نعمل غرزه نص عمود، الغرزه اللي وراها نص عمود. تمام، ناخد لفه على الابره وندخل في الغرزه اللي احنا فوتناها ونعمل غرزه الباف. 2 3 لفه على الابره نطلع من الحلقات كلها، وهكذا. الغرزه بدات تبان اهي، غرزه الضفيره اهي، لما نخلص الشغل هتبان اكتر. يبقى نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر ونقفل بمنزلقه في تاني غرزه السلسله. كده اهو انا خلصت السطر اهو. اهو الكم بتاعنا اهو. كده انا خلصت الاكمام وعملت الحرف الضفيره اهي. هنكم التاني برضه اهي زي ما عملت على القمر بغرزه الضفيره. كده الجاكيت بتاعنا خلص، لسه بس فاضل ان انا هركب الزراير. كده الجاكيت بتاعنا خلص بعد ما ركبت الزراير اهو. وادي الفردجين من قدام، غرزة التيولب، وده من الخلف. كده يبقى كده الجاكيت بتاعنا خلص. الموديل دوت بتاع زهرة التيولب، الموديل بتاعنا خلص. ارجو لو عجبكم الفيديو وجربتوه توروني التطبيقات بتاعتكم، وارجو تدعموني وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو اخر وموديل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.